والله انا حابب اطور من حياتي ومن يومي ومن نفسي، بس ما بتطورش، انا قاعد في مكاني ما بتحركش. طبيعة الحال، انت سألت السؤال وجاوبت على نفسك. من الانسان اللي قاعد في مكانه ما بيتحركش، يبقى منين هتجيله الحركة؟ لازم الانسان يجدد من حاله. لكن السنة هي السنة واليوم هو اليوم، مفيش جديد. ما هو الجديد مش هيجي من اليوم، الجديد هيجي منك انت، من خطوتك انت، من تقدمك، من ترتيب افكارك، من تغييرها. لان الانسان حياته مرتبطة بافكاره. يعني حد دلوقتي قاعد في الأوضة وليكن وقافل على نفسه، الدنيا ضلمة، فيقولك أنا مش شايف النور، الأوضة كلها مضلمة. هو صادق مش كذاب. بس مين اللي ضلمها؟ هل الحياة ما فيهاش نور؟ هل لو خرج بره باب الأوضة مش هيلاقي ضوء؟ هل لو قام وقاد الكوبس اللمبة مش هتضيء؟ يبقى الإنسان دلوقتي هو اللي مدمر نفسه بأفكاره، ما بيحاولش يغيرها. القدر بيرمي عليه دروس كتيرة وأحوال، وبيغير وبيبدل. لكن يا إما يصر ويقعد مكانه وتبقى هي نفس أفكاره، يا إما يجدد من يومه. فطبيعة الحال الناس اللي بتطلع ترندات دي إيه؟ ما هي أفكار على فكرة. هي أفكار هايف عادي، مش مشكلة بصرف النظر هايف أو جد، المهم إنه جات له فكرة. أيا كانت الفكرة شكلها إيه، يبقى هو برضه مازال بيطور من ذاته. فالإنسان لما يحب يتطور، يا ريت يحرك الجمجمة زي ما انا هحركها، وانتظروني في ترند جديد. بطبيعة الحال والله العظيم جات لي فكرة، لا إله إلا الله. أقول لا لا مش هقول. طبيعة الحال الإنسان الوضوح والصراحة والفطرة بقوا مضرين جدا في حياة البشرية النهاردة، إلا القلة القليلة إلا من رحم ربي. يعني واحد في مليون في المية أما يجي يفهم فطرتك. لكن طبيعة الحال، قدر الله ما شاء فعل. مش هقول على الفكرة. باي.